ماشي اكثر. اما الاخضر صراحه نحن دائما عندنا اللاعبيه هم النجوم. المره هذه النجم هو المدرب. المدرب عرف جاء في فتره وجيزه رضا بن دريس بالضبط، جاء في الجزائر جاء في شهر 3. اختيارها للسي في واختيارها للمشروع واختيارها للمرحله مهم جدا، يقدر يوصل الاخضر لابعد نقطه يمشي فيها، وخاصه الاخضر كان في مجموعه صعبه. انت لما تضمن السداسي حتى الحافز النهم مزاجيه اللاعب اللي كان مضمون في السداسي، الكاس مش حتعنيني مشي كويس في الكاس، وهيك تدل العقليه اللي زرعها المدرب، العقليه اللي الفكر اللي زرع المدرب. جاي المدرب ربما تقول مدرب طوارئ، او جاي مدرب ربما يكمل الموسم، او ممكن خلينا نشوفه نجسد نبض احنا يمشي كويس ولا، لكن حرج الاداره المدرب هو. وهذا اهم شيء، المشاريع تبنى بالمدرب، لان المدرب هو اللي يملك الاستراتيجيه، يملك الفكر، يملك التوظيف، يعرف الخامه اللي عنده والزاد البشري. تحتاج انك انت فقط تعطيه الادوات اللي يخدم بها والادوات اللي تقدر تنجحها وتقدر توصلها، لان المدرب هذا تكلمنا في سابق احنا في كوره بلاس انه هو رجع الترجي بعد 26 سنه للدرجه الاولى، رجع اتحاد سوفاو للدرجه الاولى بعد 25 سنه، يعني عنده سوابق. مدرب مشي مع الضغوطات، خدم في بيئه الضغوطات، وصل لنص النهائي لكاس افريقيا. هذه النقاط كلها جعلت من الاخضر انه يستثمر في مدرب زي هذا ويقدر يمشي ببعيد. الاخضر المفروض انه يستثمر في المدرب هذا لخفقات، او وين ما وصلت ولا اخر وين ما توصل يجب انك تستثمر في شيء تقوي المجموعه وتقوي المدرب، هو انه يخدم فكر اعلى من الموسم اللي وقفت عليه. بشكل عام فريق ممتاز تأهل للسداسي، امر يحسب للمدرب رضا بن دريس، ايضا وصوله تقريبا نصف نهائي الان الكاس ايضا يحسب له. الان الاخضر ماشي في الطريق الصحيح، والكل يشيد بانجازات رضا بدريس وكيف انه هو قدر يعني يلم الفريق ويرجع الفريق لسكه الانتصارات وسكه المنافسه ايضا.